السلام عليكم. اليوم وصفتنا غادي تكون عبارة عن نوعين من الباستا. الوصفة الأولى أو النوع الأول من الباستا غيكون عبارة عن سباغيتي بفواكه البحر أو بلح البحر والصلصة الحمراء، صلصة الطماطم. والوصفة الثانية غادي تكون عبارة عن باستا بقمرون والكالامار والصلصة البيضاء. والطريقة ديال هاد لاصوص اللي غنصايبو اليوم غادي تكون مختلفة على لصوص اللي كنتعاملوا بهم عادة. نتمنى ان وصفاتنا تعجبكم وتشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الاعجاب وتبارطاجيو مع اصحابكم فضلا وليس امرا. نبداو وصفتنا اليوم. غادي نحتاجو البوزروك، عندي نصف كيلو من سباغيتي، صلصة طماطم، عندي قزبر ومعدنوس وجوج فصوص ديال الثومه. غادي نبداو اولا اننا نسلقوا البلح البحر ديالنا او بوزروك. غادي نوضعوه في اناء وغادي نخليوه يتسلق عندنا باش يتحلوا هذوك الحبات ديال بلح البحر. وغادي نزعوا الحبات الحيمه اللي كتكون في الوسط ديال هادوك القشريات، وغنحتفظ ببعض الحبات الصاينين هكاك بالقشره ديالهم باش غادي نزين بهم الطبق في النهايه. كيف ما كتشوفوا ها هما الحبات بداو كيتحلوا عندي. غادي نتسنى عليهم حتى يتحلوا باش يكونوا ساهلين اننا نجبدوا هذيك الحيمه اللي كتكون في الوسط. ومن بعد غادي نكمل معكم الوصفه. كيف ما كتشوفوا حنا بدينا كنزعوا هذيك الحيمه اللي كتكون في الوسط، ودابا غادي ندوزو باش نوجدوا الصلصه اللي غادي نرافقوا بها هاد السباغيتي ديالنا. في مقله انا درت كميه من زيت الزيتون وضفت عليها الثومه وخليتهم يتشحروا. غير تبدا تذهب عندي الثومه غادي نضيفوا صلصه طماطم، وإلا عندكم طوماط سوريز كتجي احسن وافضل نستعملوها كذلك بنفس الطريقه، غير هي كنخليوها هكاك صينه وكنشحروها مع هذيك الثومه ونضيفوا عليهم مليحه وبزيره كيف ما كتشوفوا، ونحركوا الخليط. غير كطيب عندنا شويه طماطم او الصلصه ديالنا غادي نضيفوا عليها بلح البحر ونبقاو نحركو فيه باش تدخل هذيك الصلصه في هذاك بلح البحر. غادي نكونوا قطعنا القزبر والمعدنوس ديالنا وغادي نضيفوه على هاد الصلصه. غادي نخليو هاد الصلصه ديالنا طيب، وغادي ندوزو في هاد الوقت اللي كيطيب فيه الصلصه ديالنا باش نسلقوا سباغيتي اللي غادي نديروها مع هاد الصلصه. في اناء وضعت الماء حتى غلا، غادي نضيف عليه سباغيتي. عندي هنا نصف كيلو. غنضيف قليل من الملح ونحركها ونخليها تسلق عندي مدة ما بين 5 حتى 8 ديال الدقائق. ها هي الصلصة ديالي طابت ووقفات. غادي نضيف عليها سباغيتي اللي تسلقات عندنا كيف ما كتشوفوا. من بعد غادي نبقى نحرك في هذيك سباغيتي حتى تاخذ الصلصه كامله.
كما كيبان ليكم. نبقى مستمرة بحال هكا. ها هي السباكيتي ديالنا وجدات. هنا غادي نضيف عليها شويه ديال القزبر والمعدنوس باش يبقى اللون ديالهم باين وسط من هاد سباكيتي، وغادي ندوزو باش نوضعوها في طبق التقديم ونوريكم الشكل النهائي ديالها. هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى هاد الشكل يعجبكم ديال هاد سباكيتي، وندوزو باش نوجدو الشكل الثاني ديال الباستا اللي غادي يكون عبارة عن باستا بالصلصة البيضاء وفواكه البحر. عندنا الماء غليان غادي نضيفو فيه لي بات ديالنا، مقرونه ديالنا اللي على هذا الشكل. غنضيفو الملح، غادي نضيف الزيت ونخليها تغلى حتى تطيب عندنا هاد لي بات. في مقله فوق النار غادي ندير قليل من الزيت، غادي نضيف عليه البصل اللي شلضناه بهذه الطريقه. غادي نحكو عليها جوج صوص ديال الثوم. حذفنا الثومه ديالنا، غادي نضيفو الملح والبزار ونخليوها تشحر. غنضيف قليل من البزار. عندنا شويه د الملحه، ونبقاو نحركو الخليط ديالنا حتى تهبط عندنا البصله والزبادي. الذهب عندنا واحد شويه، ونكمل معكم الوصفه. عندي هنا واحد الحبه ديال الكالامار قطعتها، وعندي ربعه ديال الكروفيت منقي. غادي نضيفهم. غنضيف اولا الكالامار يطيب مع هذيك البصيله، عاد غادي نضيف في الاخير الكروفيت. نضيف انا الكالامار اللي قطعته صغير على هذيك البصله، ونخليه يتبخر ويطيب عندنا. غادي نضيف ملعقه صغيره ديال صويا صوص، وغنخلط. من بعد ما طابت عندنا هاد الصلصه ديال البصله والكالامار، غادي نطحنو بالخلاط. هي البصله مع الكالامار من بعد ما طحناه كيجي على هذا الشكل. غادي نضيف كامرون او كروفيت، المقرونه ديالنا هي بدات كطيب. من بعد ما غلا عندنا الصلصه غادي نضيف الكريمه الطاريه، تقريبا كأس عنبه مملوء او 200 مليلتر ديال الكريمه.
عندي هنا الموتزاريلا غادي نضيفها على هاد الصلصه. ها هي الصلصه ديالنا وجدات. غادي نضيف عليها المقرونيه ديالنا او لي بات. ها هي دي المقرونيه ديالنا وجدات. غادي نخليوها تبرد شويه ونقدموها في طبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. ضفنا عليه في الاخير قليل من الجبن وغادي نقدموه بالصحه والراحه. وصفات اليوم تكون عجباتكم وتجربوها. شكرا على المشاهده والى وصفه اخرى ان شاء الله.